السلام عليكم. هنعمل النهاردة القراقيش الفلاحي السادة. هنعملها بطريقة ومقادير مظبوطة جدا بالجرام وبالكوباية، وهتطلع معاكي خفيفة ودايبة كده حاجة ما شاء الله. وزي ما انت شايفة واخدة لون حلو جدا من فوق ومن تحت، وهقولك كمان على التسوية المظبوطة. تابع الفيديو للآخر وما تنسيش اللايك. اول حاجة هنعملها هو تيست للخميرة، يعني بالظبط هنختبر الخميرة بتاعتنا هنشوفها شغالة ولا لا. استخدمت بالظبط 150 جرام من المية، يعني كوباية إلا ربع. نزلت فيها 14 جرام من الخميرة و4 معالق كبار من السكر الحبيبات العادي. هقلب المكونات دي كويس لحد ما اتأكد ان السكر داب خالص. تمام، هقلب وبعدين اغطي الخميرة واركنها على جنب عشان نختبر الخميرة. تمام، تاني حاجة وهنحضرها وهي الدقيق. معايا كده بالظبط كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، نخلته كويس ونزلت بالظبط نص معلقة صغيرة من الملح. عندي السمسم هنا اشتريته ابيض عادي وحمصته يعني اول ما طلعت كده الرطوبة من عليه وشميت الريحة بتاعت السمسم قفلت عليه النار. السمسم قد ايه بالظبط؟ 4 معالق هرميين كده الكبيرة، المعالق الكبيرة 4 معالق بالظبط. تمام، هقلب المكونات دي كويس لحد ما الخليط يتخلط كويس بالدقيق. هنتكلم بالظبط بقى عن المواد الدهنية. المواد الدهنية هنا عندي بالظبط 350 جرام من السمنة، نزلت بأول كوباية. تمام، ومعايا كمان 50 جرام من الزيت، يبقى بالظبط كده الإجمالي 400 جرام من المواد الدهنية. تمام، أول كوباية نزلت بيها اللي هي 200 جرام. تمام، هنزل كمان بالكوباية التانية اللي هي بقية 350 جرام اللي هي السمنة. تمام اهي، و50 جرام الصغيرة دي اللي هي الزيت، يبقى 350 جرام من السمنة و50 جرام من الزيت، الإجمالي 400 جرام بالظبط. والمقادير مظبوطة، والقراقيش ان شاء الله هتطلع معاكي دايبة وحلوة جدا بإذن الله. هنزل بالمكونات وابتدي ان انا بس ألمهم كده، هقلبهم تقليبة خفيفة كده بالمعلقة. وطبعا هنستخدم ايدينا لان هي محتاجة ان هي تتبس بطريقة جيدة جدا، يعني مش اي ذرة دقيق كده تتساب. تمام، هقلبها بس تقليبة كده خفيفة واشيل المعلقة وابتدي ان انا ابسها كويس جدا جدا بايدي. بسي بقى على قد ما تقدري. تعرفي ان طريقة البس في الحاجات اللي هي النواعم بتديها كده بعد التسوية طراوة كده ونعومة، لما بتيجي تقطمي القطمة كده بتدوب كده في بقك. بس بقى زي ما انت شايفة كده، واي ذرة دقيق خليها كده تختلط بالمواد الدهنية. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعلي علامة كل، وان شاء الله يوصلك كل جديد باذن الله. وتعملي لايك حلو كده، لايك جميل. شايفين انا ببس ازاي؟ مش عايزة اي ذرة دقيق تبان خالص. تمام، شايفين الفركة اللي انا بعملها دي بتأكد ان كل الدقيق اختلط كويس جدا جدا بالمواد الدهنية. الفركة دي اساسي. تمام، يعني افركي كده بالظبط. وزي ما قلتلك مش عايزين نسيب اي ذرة دقيق خالص، عايزين نتأكد ان كل الدقيق اختلط كويس. تمام، هبتدي ان انا افركه ما بين ايديا كده هو، وابتدي ان انا اشوف الخميرة اللي انا عملت لها اختبار. شايفين الخميرة فارت ازاي؟ كده هنتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة. تمام، يبقى نزلت كده بالخميرة وابتدي ان انا اعجن. هقولك كمان على السوائل اللي انا نزلتها قد ايه بالظبط. نزلت بالخميرة، والخميرة اللي انا كنت دايبة بيها المية كانت قد ايه؟ كوباية الا ربع. جبت كمان كوباية بالظبط من اللبن، وابتدي ان انا انزل بيها تدريجيا. عايزة اقول لكم ان نوع الدقيق
بيفرق من الدقيق للتاني. يعني بالظبط في دقيق كده بيشرب السوائل، بيحب ان هو يشرب سوائل كتير يعني، وفي دقيق نوع تاني دقيق كده ما بيحبش يشرب السوائل كتير. ففي دقيق بيختلف عن دقيق التاني. تمام. هبتدي ان انا انزل بالكوباية اللي انا خدتها اهو باللبن، خلاص كده خلصت. تمام. هقولك بالظبط خدت قد ايه. هبتدي ان انا اعجن اعجن اعجن. تمام. وهقولك ازاي تعرفي ان العجينة مظبوطة معاكي. هبتدي ان انا اخد كده حتة وامضغها كده بايدي. شايفين لسه بتتشقق، محتاجة لسه سوائل. هاخد كمان ربع كوباية كده من اللبن. طب احنا عايزين نعرف هي خدت قد ايه سوائل. خدت بالظبط كوبايتين من السوائل، كوباية اللي ربع الاول اللي هي بتاعت الخميرة، وخدت كوباية وربع كده من اللبن. شايفين بتتقطع ازاي؟ لان احنا مش دي مبسوسة، لازم تبقى متقطعة كده. بص هنختبر العجينة تاني. شايفين ما شاء الله دمجناها كده ما بين ايدينا، ما بتفرولش ولا اي حاجة. هنخمرها بس لمدة 10 دقايق، وبعد التخمير 10 دقايق بس، لان هي هتتخمر بعد التشكيل. بعد التشكيل هتتخمر. هناخد العجينة بتاعتنا ونبتدي ان احنا ندمجها كده كويس كده بايدينا او بالرخامة، وابتدي ان انا اعملها رول كده بالشكل ده، وابتدي ان انا افردها عشان تبقى طرية معاكي. ما تاخديش العجينة وتقومي عاملاها كده، هتتقطع معاكي. لو انت عملتيها كده بالظبط وفردتيها على طول هتتقطع معاكي، عشان ديت مبسوسة. لازم تقومي دمجها كده بايدك. تمام. وهعمل لك واحدة تاني وهوريها لك. هبتدي ان انا اشيل الزوايد كده، وابتدي ان انا هقطعها، وهوريكي كمان السمك المظبوط اللي انا عاملاه. تمام. شايفة هو ده السمك المظبوط بالظبط للعجينة بتاعتي. هبتدي اجيب اي صاج عندي او صينية، اي حاجة عندك، وابتدي ان انا اعمله. طب هتتخمر قد ايه بعد التشكيل؟ هتتخمر حسب حرارة الجو. شايفين عملت واحدة تاني اهي، فعملتها كده ضمطتها بايدي وعلى الرخامة، وفردتها وشلت الزوايد زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا هقطعها. هخمرها قد ايه؟ حسب حرارة الجو. يعني لو في الحر بعد التشكيل هنخمرها نص ساعة. لو في البرد، لو في ساعة، ممكن من ساعة لربع لساعة، ده حسب حرارة الجو يا جماعة. تمام. هتخش على الفرن يكون حامي جدا جدا، يعني تكوني مولعة الفرن قبلها ب10 دقايق. هتخش على درجة حرارة 180، هتشغلها، هتاخد من 30 دقيقة ل35، وطبعا ده حسب درجة حرارة الفرن عندك. وأول ما تستوي كده من تحت هنولع الشواية كده بسيط كده من فوق لمدة دقيقتين كده، تاخد لون جميل زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. ما تكتريش قوي في الشواية وتسيبيها تتحرق معاكي. شايفة عاملة ازاي؟ واخدة لون حلو جدا جدا من فوق، ولون جميل كده من تحت. شايفين حاجة كده ما شاء الله. عايزة اقولك ان هي دايبة، وحاجة كده ما شاء الله دايبة دوب. اول ما تقطمي القطمة كده جميلة جدا، تحس ان هي مقرمشة على دوبان، حاجة كده ما شاء الله. شايفين لما قطعتها مفرغة جدا من جوه، مش مكتومة، عشان احنا خدمنا العجينة كويس وحطينا السوائل المظبوطة. هقطعلك كده. شايفة مبسوسة وعاملة ازاي؟ دايبة دوب كده في ايدي خالص. يلا جربي الوصفة وان شاء الله تطلع معاكي زي العسل. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.